قبل كم يوم شاهدت منشور الوالد حضرته، كان لقاء مع رئيس الوزراء. ممكن تحدثنا عن هذا اللقاء حتى اليوم المواطن البابلي والمواطن بخصوص المحافظات اجمعين يوم نشوف الشيخ انه هو قريب على. شوف والدي يشغل منصب مستقل رئيس مجلس شيوخ عشائر بابل المستقل، صار له اكثر من 15 سنه رئيس المجلس، وهو من يعني مو والدي لان والدي، بس هو شيخ قبيله ورئيس مجلس. فرئيس الوزراء اختار من كل محافظه شيخين يكون لهم لقاءات مستمره بين دوله الرئيس. فاختار والدي واختار غسان هيمص شيخ البسلطان، اثنين شيوخ من محافظه بابل. فالتقى وصار حديث مع والدي. حتى ابوي سالت انا هذا السؤال، قلت له هم توجه لك رئيس الوزراء على انتخابات؟ قال لي والله ما توجه. واحنا انا سالته قلت له عندك توجه القائمه او دعم شخص؟ قال ما عندي دعم لاي قائمه ولاي شخص، انه انا مع الكل على ان تجري الانتخابات بصوره صحيحه. فهذا دليل انه شخص انه يعرف الشخصيات بالمحافظات واختار شخصيات قويه لها تاثير بالمجتمع اقتصادي وعشائري. نعم. اليوم هو هم يفكر بهذا الموضوع. اليوم العشائري نحتاجها اليوم من يكون عندك وبين الاقتصاد. فصار الحديث ووعد والدي انه يزور محافظه بابل عن قريب ويكون في ضيافتنا ودعم لمشاريع استثماريه كبيره. وهو تحدث برنامجنا اليوم. نعم. تصريح من الشيخ. نعم.